أنا آش، شاب عادي في أكاديمية للتنانين، كل اللي فيها مع التنين بتاعه ما عدا أنا، والكل كان بيتنمر عليا وبيقولوا لي أحسن لي ما أروحش الأكاديمية من الأساس، لكني هصدهم وهحصل على تنين نادر جدا. بس هل هقدر أروضه ولا الفشل هيكون ورايا؟ علشان نعرف خلينا نروح ونشوف تنين واقف قدام آش وهو مغمى عليه في جنبه واحدة، وبنلاقي التنين بيقول إن آش غبي قوي لأنه خاطر بحياته علشان أمنية واحدة، لكن التنين اتحول لشكل واحدة وبنلاقيها بتقول إنها هتراهن على إمكانيات آش، وحطت إيديها على صدره رجعت له إيده اللي كانت مقطوعة، كمان بقى فيها يشم طالع منه طاقة. بعدها بنلاقي آش صحي من النوم ولقى واحدة اسمها نافي بتقول له إنها هتكون معاه على طول بعد ما تتولد، لكنه صحي من النوم مخضوض واكتشف إن ده كان حلم. بنروح كمان لأكاديمية أنسوليفيات للتنانين وبنشوف واحدة اسمها جيسيكا، والبنات بيسألوها هتشارك في مهرجان التنين ولا لأ، لكنها قالت إنها بتفكر. في الوقت ده دخل آش والكل كان بيتكلم عنه لأن بتاع مشاكل، وما كانوش مصدقين إنه قدر يدخل السينسيوس زيهم علشان مش معاه مرافق حتى يعني تنين. آش حاول يطنش لكنهم زودوها فتعصب وكان هيمسك في خناقهم، لكن صاحبه موند لحقه وقال له إن العصبية مش هتجيب نتيجة، وفي واحد اسمه ماكس قال له إنهم دلوقتي بقيوا سينسيوس ولازم يقدروا يتحكموا في غضبهم. بعدها دخلوا الفصل والمعلمة كانت بتكلمهم عن التنانين المرافقة، وقالت لهم إن العلامات اللي محطوطة على جسمهم تعتبر عقد بين كل واحد والتنين بتاعه، وعرفتهم إن التنين مش بيسمح غير لرفيقه إنه يركبه اللي هيكون رفيقه من أول ما يتولد، وورتهم مدينة بترعى التنانين وفيها بيتم هندسة آلات السحر، لكن قالت لهم إن في اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الإمبراطورية والمملكة. بس بعد ما المحاضرة خلصت ريموند كان مستغرب لأن آش هو الوحيد اللي بيقدر يركب تنانين مش بتاعته، إنما وهم بيتكلموا سمعوا صوت واحدة بتزعق في بنات لأنهم واقفين يتكلموا عند الباب وسدين الطريق. دي بقى تبقى سيلفيا الأميرة الرابعة لمدينة الفرسان، بنت دحيحة بس الكل بيهرب منها بسبب تصرفاتها المتكبرة. وهم ماشيين ريموند طلب من آش يشترك في مهرجان التنين، بس فجأة دخلت ريبيكا، دي تبقى رئيسة سنة تالتة وصاحبة التنين الشيطاني، تعتبر أحسن واحدة بتركب تنانين، ده غير إنها جامدة. فريموند قال إنه بيكراش عليها وهي سمعته وابتسمت له. بنشوف بعدها تدريب لمواجهة التنانين آش كان مشارك فيه وريموند بيتفرج، بس آش وهو في التدريب خبط في ملكة الجليد سيليفيا بالغلط، فالمعلم وقف القتال وقال إن آش غلط لما فقد تركيزه وطلب منه يخلي باله بعد كده، لكن سيليفيا ضربته بالقلم لأنه كان هيأذي التنين، وقالت له طالما مش معاك رفيق يبقى ما تشاركش برفيق حد. كمان قالت أكيد رفيقك مات بسبب غبائك، لكنه اتعصب عليها وطلب منها تسحب كلامها، بس هي رفضت وقالت له انها هتواجهه في سباق التنانين ولو هزمها هتسحب كلامها، فآش وافق. بس في الليل آش حلم بنافي تاني وما كانش قادر يتحرك، لكنها قالت له ان دي اخر ليلة هتجيله فيها، ولما صحى لقى نفسه اتأخر على الأكاديمية. فبنلاقي ريبيكا بتقول خطاب في مسابقة هتتعمل في الأكاديمية علشان الطلبة تجهز لمهرجان التنين، وقالت انها هتطلع مع الفايز في مسابقة النهاردة علشان تحمسهم، فكل الطلبة كانوا عاوزين يشاركوا والمكان كله بقى هيصة. وسيلفيا قالت كلمتها بس كانت مركزة مع آش وهي بتتكلم. بعدها بدأ السباق والتنانين كانوا في كل حتة، بس آش لقى في طريقه مجموعة بنات متعاونين مع بعض قافلين الطريق على سيلفيا، فقال لسيلفيا ايه اللي بيحصل هنا، لكن سيلفيا قالت له ما فيش قانون بيمنع التعاون، فكك منهم وكمل السباق. بس آش رفض وطلع مجموعة البنات من السباق، انما سيلفيا قالت انها مش هتشكره رغم انه ساعدها. بعدها تنين آش تعب في نص السباق لانه تنين ارضي وتنين سيلفيا بيطير، فتأسف انه حاول يخليه جاري تنين بيطير وتعبه بالطريقة دي. بس وهو بيتكلم حس ان في حد حواليه وراح يشوف في ايه، لكنه لقى طائرة مقاتلة لإمبراطورية زيفا استخدموها في الحرب اللي فاتت، وكان في واحد فوقيها موجه سلاحه الامبراطوري ناحية آش، ده معناه ان ده جندي للامبراطور. كمان استغرب ان آش عنده 16 سنة بس معاه تنين صغير في جسمه، انما آش قال له هو انت عرفت منين؟ فردوا
وقال له انه ملعون وقادر يشوف التنانين. فجأة في واحدة هجمت على الراجل ده. هنا اش خد له في اسنانه وهرب، بس في بنت اسمها انيا راحت وراه وكانت عاوزة تخلص عليه، فكان مستغرب لان في وقف اطلاق نار، لكنها كانت هتخلص عليه بس سابته في اخر لحظة. وفجأة كانت هتقع من فوق بس اش انقذها، لكن انيا كانت غدارة ورمته من فوق. انما اش وهو بيقع طلع من اليشم بتاعه طاقة كبيرة، ولقى واحدة شبه نافي ظهرت قدامه، فاستغرب ان رفيقته انسانة مش تنين، لكنها لما فاقت ادته في وشه، فقال لها انه هيكون السيد بتاعها لانها طلعت تنين. بس لقاها بتقول له هو انت هتخيب ولا ايه؟ من النهارده انا السيدة بتاعتك. فاش عمل ايرور وما كانش فاهم حاجة. بعدها بنعرف ان في حرب بين الامبراطورية زيفا ومملكة شيفر، بس بينهم مدينة الفرسان لأثريمون مشهورة بركوب التنانين، وفيها أكاديمية أنسليفات اللي هدفها تعليم الجيل الجديد أساسيات ركوب التنانين. بعدها آش رجع البيت ولقى رفيقته نامت على السرير، وقالت له ينام على الأرض وما يزعجهاش. وفي الصبح ريبكا راحت تصحي آش، لكنه اتصدم وقال لها اللي جابك لمبنى الأولاد. فقالت له انها جايه تشوف المرافق بتاعه، وكمان تقول له ان الدكتوره انجيلا عايزه تشوفها علشان تعمل عليها ابحاث. كمان قالت له ان الاكاديميه هتبدا تصرف له نفقات للمرافق بتاعه علشان يجيب لها كل اللي هي عايزاه ويعرف يصرف عليها. وبعد شويه بنلاقي اش جاب لرفيقته هدوم جامده قوي، ولما لقاها جعانه جاب لها كريب عجبها قوي، وقالت انها من النهارده مش هتاكل غيره. لكنها اول ما كلت حست بحاجه غريبه، فسيلفيا جت وضربته وقالت له ان التنين ما ينفعش ياكل لحمه، وعالجت رفيقته. بعدها اعتذرت لآش على الكلام اللي قالته له قبل كده. بعدها مشيت وسابته. فبنلاقي رفيقته شغاله تهزر معاه، بس كان في واحد بيراقبهم من بعيد. انما آش خدها واشترى لها حاجات كتير، واخر اليوم جاب لها كريب برضه شكله مش بيحرم. وهم قاعدين قال لها من النهارده انت اسمك ايكو، لان ده اسم اول رفيق تنين في التاريخ. وبعد ما سماها طلعت طاقه من اليشم بتاعه، بكده اكتمل العقد بينه وبينها وبقت رفيقته رسمي. ففرحت وراحت تغسل ايديها، بس في واحده راحت وراها. وبعد شوية آش حس انها اتأخرت وسيلفيا شافته، فدخلت تشوفها في الحمام، لكنهم لقيوا اثر. فقالت له ان رفيقته اتخطفت. في الوقت ده آش افتكر انيا وجند الامبراطور وكان عاوز ينقذها باي طريقة. فسيلفيا قالت له يستخدم اليشم بتاعه علشان يعرف مكانها، ولما استعملها لقى فراشات خدوه لمكان ايكو، اللي بنلاقي واحدة خطفتها علشان تعمل عليها ابحاث، لان مش من الطبيعي ان التنين يتولد في شكل بشري، وكانت هتشرحها علشان تعمل بحثها. بس آش وصل في الوقت المناسب، وسيلفيا دمرت الباب ودخلوا علشان يلحقوا ايكو. لكن اللي جوه قالت لهم انها تبقى الدكتورة انجيلا وبتنفذ الاوامر اللي الاكاديمية قالت لها عليها، بس ما قدرتش تمنع نفسها من تشريحها، لان دي اول مرة تنين يتولد في شكل بشري. واستخدمت تعويذة الظلام عليهم علشان يفقدوا الوعي، وقالت لهم ناموا كويس ولما تصحوا هتلاقوني خلصت تشريح. انما آش حاول يقاوم التعويذة علشان ينقذ ايكو، بس ما قدرش واغمى عليه. لكن ايكو صرخت بكل قوتها وطلبت منه يساعدها، فطاقة اليشم خلته يفوق ويدمر التعويذة بتاعت انجيلا. هنا ايكو فرحت انه انقذها، لكنها ضربته، لانه لو كان اتأخر شوية كمان كان هيلاقيها اتقطعت وهتتعلب. بس في اليوم اللي بعده آش وسيلفيا اتصدموا لما دخلوا الفصل ولقيوا انجيلا هي المدرسة الجديدة بتاعتهم. بعدها بنلاقي ريبيكا قاعدة مع آش وهو مش فاهم ليه، فقالت له انها بتكرش عليه وعاوزة تقرب منه اكتر، لكنه اتصدم. بس هي كانت عايزاه جنبها وقالت له انها هتخليه ينضم لمجلس الطلبة. في نفس الوقت سيلفيا كانت بتشرب التنين بتاعها وبتفكر في آش، وبتقول انها هتكون فارسة جامدة قوي لانها وعدته وهم صغيرين بكده. بس فجأة سمعت صوت صياح بسبب تنين هايج ومحدش عارف يسيطر عليه، فراحت لهناك. اما ريبيكا كانت بتقول لآش انها عاوزة معاها في مجلس الطلبة علشان تحميه من جواسيس الأكاديمية اللي كانوا عاوزين يخلصوا عليه. لكن هما كمان سمعوا صوت التنين الهايج وشافوا سيلفيا بتتعذب وهي بتحاول تروضه، فريبيكا راحت لها تساعدها واستدعت التنين الشيطان بتاعها، خلصت بيه على التنين الهايج. أما إيكو شدت ودن آش وسألته عن سبب تجمع الناس اللي واقفين قدام التمثال، فقال لها إن ده تمثال أثري لواحد من فرسان التنانين ومعاه درع اسمه آرك،
وقال لها ان التنانين لازم يعملوا ارك لاسيادهم، علشان كده بنلاقيه متحمس للدرع اللي ايكو هتعمله له، لكنها كسرت له رجله حرفيا وقالت انها مستحيل تعمل درع لواحد زيه. بس في الوقت ده بنلاقي انيا بتراقبهم وما كانتش مصدقه لما شافت اش لسه عايش بعد ما رمته من فوق المنحدر. اما اش بنلاقي ريبيكا خدته هو وسيلفيا وايكو على مطعم علشان يتغدوا فيه مع بعض، وقالت له ان اعضاء مجلس الطلبه بياخدوا تخفيض 50% علشان تغريه وتخليه ينضم لمجلس الطلبه يعني. لكن انيا كانت سرحانه في اش، بس لما السيد بتاعها سالها في ايه قالت له مفيش حاجه، فسالها عن احوال المدينه وهي قالت له ان كل اللي في المدينه مهملين وكانهم نسيوا موضوع الحرب. فقال لها ان اللي في المدينه نسيوا ان التنين المروض يستخدم كاداه للحرب، وطلع السيف بتاعه وقال ان الظلام واللهب هيفضلوا يتنافسوا مع بعض لاخر الحياه. فبنلاقي السيف طلع منه طاقه كبيره غيرت لون السماء. بعدها على طول ظهر تنين ضخم جدا، الناس كانت مرعوبة منه، بس ريبيكا واللي معاها راحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل واتصدموا لما لقيوا لحم التنين بيدوب وهجم عليهم. انما ايكو راحت وقفت قدامه وطلبت منه يطلع من المدينة، لكن التنين كتفها وهجم على المدينة. انما ريبيكا حاولت تتصدى للهجوم بتاعه ورمت عليه سيف قدرت انها تدمر كل دفاعاته وتطير راسه كمان. انما التنين رجع راسه من تاني وهجم عليها هي والتنين الشيطاني، فاترعبت من قوته وقالت لآش ياخد الأميرة سيلفيا ويهرب حالا. لكن سيلفيا ما كانتش في وعيها. هنا آش اضطر يضربها بالقلم وقال لها تستدعي التنين بتاعها وتاخده للتنين الضخم علشان يحاول يروضه. وفي الوقت ده التنين بلع ايكو، فسيلفيا طلعت التنين بتاعها علشان تنقذها. اما ايكو بنلاقيها قابلت نافي اللي قالت لها انها جايه علشان ترشدها، وقالت كمان ان آش قوي بس ما عندوش القدره الكافيه انه يروض التنين ده لانه لسه ناقصه الارك، وورتها معلومات كتيره عن الارك، وقالت لها ان سيدها ممكن يخسر حياته لو ما جابتلوش ارك مش مناسب لجسمه وقدراته. بس فجاه ايكو شافت آش بيقول انه جاي لها وهينقذها مهما حصل، لكنها قالت هو فاكر نفسه مين؟ ده مجرد كلب. انما آش كان في خطر علشان كده عملت له ارك، لكنها ما كانتش عارفه تكمل حاجه حلوه للاخر، وقالت له ان القطعه دي مؤقته ومش معموله علشانه اصلا. بس آش كان طيب وشكرها وقال انه هينتصر علشانها. بعدها وقف على التنين وقدر يروضه. هنا انيا والسيد بتاعها عرف انهم فشلوا وانسحبوا. اما آش استدعى سيف الضوء المشع وخلص بيه على التنين. بعدها انقذ ايكو. وفي الليل بنشوف ريموند بيبارك لآش على المرافقة بتاعته. أما ريبيكا قالت إن آش وسيلفيا لازم ينضموا لاتحاد الطلبة بسبب قوتهم الكبيرة، فوافقوا إنهم ينضموا لاتحاد الطلبة وريبيكا احتفلت بيهم. بعدها سيلفيا بتفتكر وهي صغيرة لما كانت بتبكي لأنها مش معاها تنين، إنما آش قال لها إنه هيساعدها وهياخدها على مراسم أوفان علشان تلاقي تنين. هناك بيكون في مراسم للتنين الأم، وممكن الواحد ياخد تنين صغير. في نفس الوقت آش بيلاقي التنين اللعبة بتاع سيلفيا وهي صغيرة وقع من الدولاب بتاعه. وفي اليوم اللي بعده في الأكاديمية ريبيكا عملت مؤتمر قدمت فيه سيلفيا وآش وإيكو كأعضاء جداد لاتحاد الطلبة، وكل واحد فيهم قال كلمة للحضور. إنما إيكو لما جه دورها صرخت زي التنين، فالكل ضحك عليها وهي أحرجت جدا وكانت متعصبة طول اليوم وبتقول إن كل البشر أغبياء. إنما آش قال لها دول ما ضحكوش عليكي، هما بس استغربوا من اللي عملتيه، ده غير إنهم بقوا مهتمين بيكي وعاوزين يتصاحبوا عليكي كمان. فقالت له كده حلو قوي، أنا هخليهم كلهم خدم عندي. بعدها لفت نظرها إعلان لنادي اسمه معجبين الفارس الفضي وسألت عنه، فآش قال لها إنهم عملوا نادي معجبين للفارس اللي كان لابس أرك فضي وأنقذ المدينة من التنين العملاق. لكنها استغربت وقالت له معنى كده إن ده نادي للمعجبين بتوعك. بنشوف بعد كده مجموعة بيجروا من طيارة على شكل تنين بتهجم عليهم، وفي واحدة بيقولوا عليها سيدة الدم الحديدي ووقفت قدامهم وخلصت عليهم. أما إيكو راحت للفصل مع آش، فروماند افتكرها كيوت وراح يلعبها لكنها ادته بالبنية في وشه. بعدها دخل مجموعة بنات وجيسيكا قالت إنها رئيسة نادي معجبين الفارس الفضي، أما النائبة بتاعتها كان اسمها لينيت. كانوا بيحاولوا يوصلوا لمعلومات عن
الفارس الفضي علشان يقابلوه، بس سيلفيا قالت ان الفصل ده معمول للدراسة وطلبت منها تطلع بره. انما جيسيكا قالت منها وقالت لها انها مش هتخاف منها علشان اميرة. هنا سيلفيا قالت لها هو انت عاوزة توصلي لايه بالظبط؟ فبنلاقي جيسيكا بقت رومانسية وقالت انها عاوزة تتجوز الفارس الفضي. في اللحظة دي اش اتصدم وايكو اتعصبت، علشان كده اش قال لها ما ينفعش تقول الكلام ده في الفصل، لكنها قالت له ما ينفعش واحد زيك اقل مني يتكلم معايا بالطريقة دي. انما ريبيكا جت وقالت لها تطلع بره، بس جيسيكا كانت عاوزة تقول لها كل المعلومات اللي تعرفها عن الفارس الفضي. فبنلاقي ريبيكا قربت منها وقالت لها حاجة خلت وشها يقلب احمر وتجري لبره. ولما اجتمعت مع مجلس الطلاب بنعرف انها هددتها انها تفضحها، لان جيسيكا مش من عيلة نبيلة بس ماشية تحور على الكل، وده السبب اللي مخليها تدور على الفارس الفضي علشان تبقى نبيلة بجد في الوقت ده، لان في المدينة دي اللي بيقدر يكون ارك بيكون من النبلاء. وجيسيكا لو عرفت ان اش هو الفارس الفضي ساعتها مش هتسيبه في حاله. فاش استغرب وقال يعني هي في الاخر ما حصلتش نبيلة الحياة حتى. انما ايكو اتعصبت وقالت انها مستحيل تسمح لواحدة تقرب من اش، وريبيكا حذرت اش وقالت له ما ينفعش حد يعرف حقيقته. بعدها قالت ان الاميرة الاولى فيرونيكا هتيجي تزور الاكاديمية، بس سيلفي اول ما سمعت اسمها نزلت تحت الترابيزة لان فيرونيكا تبقى اختها الكبيرة. في الوقت ده بنعرف ان صاحبة الدم الحديدي تبقى الاميرة فيرونيكا، علشان كده سيلفيا كانت خايفة وبتقول ان اختها جبارة وما كانتش عاوزة تشوفها. اما انيا كانت بتبيع ورد علشان تراقب الناس في المدينة، بس وهي واقفة عجبها فستان معروض في محل. انما سيلفيا كانت ساكتة على طول من بعد ما عرفت ان اختها جاية، بس ما حدش كان عارف سبب الحالة اللي هي فيها. فالخادمة كوست قالت لآش هو انت مهتم قوي بيها كده ليه؟ شكل في جواك حاجة. لكن آش اتصدم وقال لها انه خايف عليها بصفتها زميلته مش اكتر. فقالت له ان سبب خوف سيلفيا هو التدريبات العنيفة اللي فيرونيكا كانت بتدربها لها وهي صغيرة، خلتها تترعب بمجرد ما تسمع اسمها. اش بعد ما سمع حكايتها راح لسيلفيا وقال انه مستعد يساعدها، لكنها قالت له خليك في حالك. هنا اش ما كانش عارف في ايه، بس كوست قالت له انها بتحاول تبين نفسها قوية مش اكتر. وفي اليوم اللي بعده سيلفيا بتفتكر وعدها لآش انها تكون فارسة قوية، فجمعت قوتها ونزلت للأكاديمية. وهناك الكل كان في انتظار الأميرة فيرونيكا، بس كانوا فاكرين ان سيلفيا مش هتيجي، لكن فجأة لقيوها جاية بكل ثقة. وفي اللحظة دي وصلت طيارة التنين بتاعت فيرونيكا، كمان كان معاها حرس كتير. بعدها نزلت من الطيارة السحرية بتاعتها والكل قدم لها التحية، وفيرونيكا نادت على أختها لأنهم ما شافوش بعض من 4 سنين. فسيلفيا قدمت التحية وقالت لها إنها كويسة، بس اتصدمت لما لقيت فيرونيكا بتهجم عليها وبتقول لها هو انت عاوزة تضحكي عليا؟ لكن سيلفيا ابتسمت وشالت الماسك بالباروكة اللي لابساها، وبنلاقي ان دي كوست متنكرة بشكل سيلفيا. بس في الوقت ده وصلت سيلفيا وكانت مرعوبة من فيرونيكا، ففيرونيكا قالت لها انها مصدومة فيها بعد ما حاولت تخدعها، وحتى لما جت بقت ركابها بتخبط في بعض، علشان كده قررت تعاقبها. فكل اللي موجود في المكان اتصدم، وفيرونيكا فضلت تزعق فيها وتقول لها انها عمرها ما هتكبر. بس اش قال لها ازاي تعملي كده في اختك قدام الناس؟ لكن جيلين الحارس بتاعها كان هيخلص عليه، فقالت له يسيبه لانه مجرد طالب، وكانت عارفة ان ده يبقى اش، وقالت لجيلين يجيبه لها. بنروح بعدها لانيا اللي كانت بتفكر في عشيرتها اللي حصل فيها حرب اهلية زمان، والسيد بتاعها اللي اسمه ميلجا. بس فجأة وهي سرحانة دخل عليها عيل صغير وقال لها ان كل اللي هنا راح ناحية الأكاديمية بعد ما عرفوا ان فيرونيكا هناك علشان ينتقموا منها. فبنلاقيها رايحة جري لهناك علشان توقفهم. اما اش بنلاقيه لابس لبس خادم، وفي خادمة معاه اسمها بريم. فيرونيكا امرتها تساعد اش علشان يعرف مسؤولياته الجديدة، لكن اش ما كانش عارف هو بيعمل ده كله ليه. ولما قعد يرتاح لقى كتب عن الفارس الفضي القديم قعد يقرا فيها. فبريم جات له وقالت له انها معجبة جدا بالفارس الفضي وبتقرا عنه، لكن كان لازم يتحركوا دلوقتي لان فيرونيكا عايزاه. وفي اليوم اللي بعده بنلاقي فيرونيكا عاملة مسابقة
مسابقة للتنانين علشان تشوف أختها تستحق تكمل وتبقى فارسة ولا تتجوز علشان مستقبل العيلة الملكية في خطر بعدما أخوهم تم إعدامه في جريمة قتل تنانين. وبنلاقي إيكو بتقول إنها عاوزة تشترك في المسابقة، بس آش قال لها إن شكلها البشري مش هيخليهم يعرفوا يشتركوا، فاتضايقت من شكلها. بس فيرونيكا قالت لها إن التنانين مخلوقات ذكية وأكيد في سبب من ولادتها بالشكل ده. بعدها بتبدأ المسابقة اللي بتكون عبارة عن ماتش كورة، وسيلفيا بتحاول تعدي من خصمها لكن جيلين بياخد منها الكورة وبيسجل هدف، فسيلفيا قررت تتعادل وراحت ناحية جيلين لكنه ما رحمهاش وعمل درع طيارها لبعيد. بعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في اوضتها واش قاعد جنبها علشان يطمن عليها، بس كان لابس زي الخادم وبنعرف انه هو اللي شالها وجابها لغايه هنا. انما سيلفيا كانت متعصبه لانها ما قدرتش تثبت قوتها قدام اختها. في الوقت ده ريبيكا جت وكان معاها جيلين اللي جه يعتذر لها عن اللي حصل وقال ان ده كان باوامر من فيرونيكا، وقال لها كمان ان فيرونيكا هتنزل تتمشى في المدينه بره لكن عاوزه سيلفيا تروح بكره علشان تحاول تدور على نفسها وتوصل لقوتها الحقيقيه. وكان هيمشي بس سيلفيا قالت له هو اختي ما قالتلكش اي حاجه عن الجواز، فقال لها لو طلبت مني اتجوزك هعمل اللي هي بتقول عليه. انما اش قال له هو انت عبيط؟ الجواز ده حياه، ازاي حد يأمرك تتجوز تقوم تنفذ؟ فجيلين قال له انه مستعد يعمل اي امر هيتقال له، وقال لآش يفتكر مكانته كويس علشان ما يقعش في مشاكل. انما آش اتعصب وما كانش عارف هو بيتكلم كده ليه، لكن سيلفيا قالت له ان جيلين ما كانش كده زمان. بس من بعد ما اخوها اتعدم فيرونيكا بقت بتتعامل معاه بطريقه علشان تسيطر عليه، وقدرت فعلا انها تسيطر على فارس عظيم زي جيلين. بعدها ريبيكا قالت لآش ان في اجتماع مجلس طلاب بكره بخصوص النزهه بتاعت الاميره، بس سيلفيا قالت طب وانا ايه دنيتي؟ فريبيكا قالت لها انها ما ينفعش تحضر بسبب حالتها، ده غير ان ده امر من فيرونيكا نفسها. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ريبيكا واش وماكس في الاجتماع، وريبيكا قالت ان في جواسيس في المدينه. بعدها طلعت صوره ادفوجا وقالت انها من كام سنه حاولت تخلص على فيرونيكا لما نزلت نزهه في المدينه برضه. بعدها نزلوا مع فيرونيكا واش كان بيحاول يبص حواليه علشان يكتشف الجاسوس اللي موجود، وقال لإيكو انه هيحتاج يلبس الارك لكنها قالت له لو عاوز حاجة اعملها لنفسك. بس آش قال لها انه هيجيب لها كريب فوافقت على طول. وفجأة بيسمعوا صوت جرس في المدينة. في الوقت ده سيلفيا قابلت جيسيكا صدفة في المكان اللي راحته وقعدوا يناكفوا في بعض، بس فجأة ادفوجا ظهرت مع التنين بتاعها وكانت عاوزة تخلص على سيلفيا، والكل شاف الانفجار اللي حصل في المكان. ففيرونيكا رجعت للطيارة السحرية بتاعتها واتكلمت فيديو كول مع ادفوجا اللي قالت لها انها هتخلص على جيسيكا وكل الناس اللي موجودين هنا بقنبلة آلية من الامبراطورية، وقالت انها هتخلص على واحد كل ما الجرس يرن. فبنعرف ان الجرس بيرن كل ساعة، بس فيرونيكا قالت انها مش بتحب تستسلم للارهابيين حتى لو هيضطروا يسيبوها تفجر المكان. فآش اتصدم، بس فيرونيكا ابتسمت وقالت له ما يقلقش. بعدها بنلاقي سيلفيا وسط الرهاين اللي في المكان وبتفتكر جيسيكا لما حذرتها تعرف ادفوجا انها اخت الاميرة لانها كده هتكون في خطر كبير، وجيسيكا هي اللي ضحت بنفسها وقالت انها من عيلة نبيلة. بس انيا كمان كانت وسط الرهاين وما كانتش عارفة تكشف نفسها لادفوجا قدام الناس ولا تفضل ساكتة. بس في الوقت ده بنلاقي ريبيكا جات لها فكرة وقالتها لفيرونيكا، والفكرة انهم يبعتوا آش لادفوجا علشان يتفاوض معاها لانهم ما يعرفوش انه يقدر يستدعي الارك، وفي نفس الوقت هم هيحاولوا يدخلوا المكان من ممر تحت الارض. فآش وافق وطلب من ايكو حاجة بخصوص الارك اللي هتعمله، وايكو وافقت بشرط انه يجيب لها كريب اكتر. بعدها آش دخل وقال لادفوجا ان فيرونيكا موجهة كل الاسلحة ناحية المكان وبتقول انها مستحيل تخضع للارهابيين، لكن ادفوجا قالت له انه كده بيخوف الرهاين، بس هي عمرها ما هتخاف لانها جاية تدور على اختها اللي خسرتها بسبب فيرونيكا، وعلشان كده ناوية تخلص على واحدة من اخوات فيرونيكا وتدوقها نفس الكاس. فآش حس انها مستحيل تتفاوض معاه وطلب من ايكو تنجز شوية، انما ايكو كانت بتدور على ارك مضاد للقنابل زي ما هو طلب منها. وفجأة في طفل صغير قعد يبكي، فادفوجا قالت انهم هيبدأوا التضحيات بالطفل ده وامه، انما سيلفيا وقفت قدامهم علشان تمنعهم وقالت انها الاميرة سيلفيا وطلبت منها تمشي كل الرهاين اللي هنا. انما ادفوجا
فرحت لما عرفت انها اخت فيرونيكا وفارسة. مستحيل اسمح ان حد من شعبي يتأذي وانا موجودة. انما ادفوجة هجمت عليها بسيفها وخلتها تقعد تبكي على الارض، وقالت لها انت مهما رحتي او جيتي مجرد بنت، مستحيل تقدري تستحملي. بس سيلفيا افتكرت كل اللي قلل منها في الوقت ده، وافتكرت كلام اختها ليها، كمان افتكرت لما وعدت اش انها هتكون فارسة قوية. فسيلفيا قالت لإدفوجة انها مستحيل تستسلم طول ما شعبها في خطر. في الوقت ده ريبيكا وجيلين وصلوا، واش راح يواجه إدفوجة، لكنها اتحامت في التنين بتاعها. بس فجأة استدعى الارك بتاعه وضرب التنين، انما إدفوجة هددته انها هتفجر القنبلة، لكنه استدعى سلاح وجمد المكان كله. بعدها جمد إدفوجة نفسها وقال ان الفكرة دي جات له بعد ما قرا عن الفارس الفضي. بعدها راح يطمن على سيلفيا اللي كانت محطمة بعد ما ظهرت ضعيفة مرة كمان، لكن اش شالها زي زمان. بس هي ما كانتش فاكرة ليه بعد ما شالها حست بالحنين للماضي. وفي اليوم اللي بعده اش اتصدم لما عرف ان جيسيكا هتنضم لمجلس الطلاب بعد ما عرفت ان اش هو الفارس الفضي. ولما خلصوا الاكاديمية راحوا لفيرونيكا اللي كانت بتستجوب إدفوجة، وعرفوا انها كانت بتتعامل مع ناس هم اللي طلبوا منها تخلص على فيرونيكا من كام سنة. بس دلوقتي هي بتحاول تدور على اختها اللي ما تعرفش عنها حاجة. بعدها فيرونيكا مشيت وسابت سيلفيا تكمل تعليمها، لانها شافت شجاعتها لما كانت هتضحي بنفسها علشان تنقذ اللي حواليها. في اليوم اللي بعده اش صحي ولقى ايكو صاحيه بدري وواقفه قدام سريرها، فراح يشوف ليه مش نايمه على السرير، واكتشف انها عملتها على نفسها. هنا ايكو احرجت وضربته قبل ما يتنمر عليها. بعدها اش راح المدرسه مع ريموند، بس ايكو ما راحتش لانها محتاجه ترتاح شويه، او بمعنى اصح اتكسفت تنزل معاه. ولما وصلوا لهناك كان في مسؤول بيتكلم عن واحده اسمها لوكا. مش هو لوحده، ده الكل بيتكلم عنها لانها بقالها 3 شهور ما دخلتش الأكاديمية. بس اش ما كانش يعرف مين البنت دي، فريموند قال له انها نائبة في اتحاد الطلبة واكتر واحدة موهوبة في الأكاديمية رغم صغر سنها، لدرجة انها قدرت تتغلب على ريبيكا. بعدها المسؤول اتكلم عن الطلاب اللي هيشاركوا في المخيم التدريبي، وقال ان ريبيكا هتختار واحد يشارك في المخيم بدعوة خاصة. بس الكل اتصدم لما لقيوها اختارت اش. وبعد شوية اش نفسه قال اشمعنى انا، فقالت له انت معاك مرافق خاص وهزمت تنين عملاق وكمان انقذت الاميره والرهاين من إدفوجة، طبيعي تكون الموهبه اللي تستحق الاختيار. بس فجاه ماكس جه وقال ان في حاله طارئه، ولما طلعوا لقيوا دخان كثيف طالع من اوضه لوكا، فراحوا لقيوها محطوطه في تابوت، وجيسيكا كانت هتروح فيها من الخضه. بس لوكا فاقت واتاسفت على المشاكل اللي عملتها، فاش قال لها هي دي البنت اللي الكل كان بيتكلم عنها وتم اختيارها للمخيم. هنا ريبيكا قالت له هي دي جنيه موهوبه جدا وشاطره في طب الاعشاب وفي حاجات كتيره، لدرجه انها بقت اصغر فارسه في العالم. بس لوكا قالت لها انها بتواجه مشاكل مع التنين بتاعها ومش عارفه تقرب منه. ولما مشيوا سيلفيا حكت لآش ان لوكا بقالها 3 شهور مش عارفه تركب على التنين بتاعها. بس ريبيكا قالت ان في حاجة حصلت علشان تبعد العلاقة بين لوكا والتنين، وكانت خايفة الموضوع ده يكمل لانه هيكون خطر على لوكا. فاش عرف ان الفارس لو ما ركبش التنين بتاعه لمدة 3 شهور هيكون في خطر كبير. اما انيا بنلاقيها شغالة بتغسل اطباق في مطعم بتاع واحدة من الاكاديمية، والبنت دي قالت لها انها هتقفل المطعم في وقت المخيم. بس انيا قالت لها تسيب المطعم مفتوح وهي هتهتم بيه. اش بقى لما رجع ايكو جريت عليه وكانت متعصبة لانه اتأخر قوي وهي كانت هتموت من الجوع. بس فجأة لقاها بتبكي وقالت له انها حلمت بكابوس كان في وحش مرعب بيحاول يسيطر عليها. ولما جه الليل ايكو ما كانتش عارفة تنام، فاش راح ينام جنبها علشان يطمنها، بس حب يستخف دمه وقال لها هو تعملها على نفسك وتغرقيني. هنا هي اتعصبت وقالت له هو انت هتنسى نفسك ولا ايه، وضربته لزقته في الحيطة. بس لما راحوا الأكاديمية ايكو نامت هناك. اما اش شاف لوكا ماشيه قدام الاكاديميه، فبنلاقاها راحت للتنين بتاعها وافتكرت لما التنين رماها وهم طايرين. ده غير ان التنين رفض انها تقرب منه فخافت وجريت. بس اش كان شايف كل اللي حصل. بعدها راح لريبيكا وسالها ازاي يقدر يساعد لوكا ترجع للتنين بتاعها، وقال انه فضل فتره كبيره من غير مرافق علشان كده عارف شعور لوكا وعاوز يساعدها. لكن ريبيكا قالت ان الطريقه الوحيده خطيره جدا لان
اش لازم يركب التنين علشان يعرف ايه اللي جواه، زي ما ركب التنين العملاق وعرف كل اللي كان بيفكر فيه. فاش وافق يعمل كده، بس الاول راح للوكا علشان ياخدها ويروح للتنين. ولما راحوا لهناك طلب منها تدخل تتكلم معاه، لكنها كانت خايفة بعد ما افتكرته لما رماها من فوق، وهو كمان رفض وجودها فجريت. بس دلوقتي جدور اش ولبس الارك بتاعه. بعدها دخل للتنين اللي كان رافض حد يقرب منه وهجم على اش، دمر المكان. كمان هجم عليه بهجوم سحري كان هيخلص عليه، بس اش اتصدى للهجوم، لكن من قوته الارك اختفى. فايكو راحت علشان تنقذه، بس من قوة الهجوم اش كان هيفقد الوعي. وفي الليل كان زعلان لانه فشل، بس ريبيكا قالت له ان محاولاتهم عبارة عن تضييع وقت، لان لوكا هي اللي لازم تتكلم معاه، وشافت ان المخيم فرصة كويسة علشان تكلمه فيها. بس اش قال انه عاوز يروح يتكلم مع لوكا، فخد ايكو وراح لها اوضتها واعتذر لها انه ما قدرش يتكلم مع التنين بتاعها، بس طلب منها تروح المعسكر لان اجواء المعسكر بتحسن مزاج التنانين، وهيكون في فرصة كبيرة انهم يتلموا على بعض من تاني. بس ايكو اتعصبت وغارت من لوكا لما لقيته خايف عليها. في الوقت ده لوكا سرحت في ذكرياتها مع التنين وقالت انها هتنضم للمخيم التدريبي. بعدها بنشوف انيا رجعت لمكانها ولقيت ميلجا مستنيها، فقالت له انها الفترة دي موجودة في المدينة علشان تجمع معلومات عن اش وايكو، وكمان هتنضم للمخيم التدريبي كفرد من فريق الطبخ. ميلجا فرح بالخبر ده وقال لها انه هيقابلها هناك، وطلب منها ما تنزلش عينيها من على اش وايكو. في اليوم اللي بعده طلبت الأكاديمية يتحركوا ناحية المخيم، أما ريبيكا خدت لوكا معاها وكانت بتحاول تطمنها إن مشكلتها مع التنين هتتحل، وآش كان راكب ورا ماكس، أما إيكو كانت راكبة ورا سيلفيا. ولما وصلوا ريبيكا ادتهم كام جملة علشان تشجعهم وقالت لهم النهاردة بريك وهنبدأ التدريب من بكرة. فقضوا اليوم في الملعب وكانوا هفن على الآخر، بس أنجيلا سابتهم وقالت إنها وراها حاجة تعملها. أما لوكا كانت قاعدة لوحدها في أوضتها. وفي الليل شاف لوكا مشى لوحدها من الشباك، فرح لها بسرعة. في نفس الوقت أنيا كانت بتراقبه، ولما وصل للوكا لقاها بتتكلم مع التنين وبتحاول تعبر له عن حبها، لكن التنين رفضها برضه. فأشرح له وحاول يتكلم معاه، لكن التنين كان هيخلص عليه. وأش حاول يهرب بس التنين مرضاش يسيبه. هنا بقى أش قال مادام كده ميت وكده ميت يبقى هخاف منيه، ونط فوق التنين. بس التنين استخدم سحر للدفاع عن النفس ورمى أش لبعيد خلاه يفقد الوعي. أنيا كانت شايفة كل اللي بيحصل وقالت إنهم كده هيتخلصوا منه بكل سهولة، لكنها افتكرت لما حاول ينقذها فرحت له وقالت للوكا تروح تطلب المساعدة. أما أش فاق في المكان اللي فيه نافي وقالت له إن المكان ده للأرواح بس ويعتبر ورشة للتنانين، لكنها استدعته علشان تقول له على اللي حاسس بيه تنين لوكا. في البداية قالت إن التنين بيعتذر على الهجوم اللي عمله، لكنه مش هيسمح لحد يركب عليه غير سيدته. وقالت له إن من 3 شهور لوكا وقعت من فوق التنين علشان كده جالها فوبيا، وأول ما بتقرب منه رجلها بتخبط في بعض، وهو لاحظ خوفها ومش عاوزها تركب عليه علشان ما تقعش تاني ويكون في خطر على حياتها. بس حذرته لأن التنين فاضل له 6 أيام بس، ولو ما لحقش يصلح الأمور ولوكا ركبته ساعتها التنين ممكن يموت. وأول ما فاق عرف إنه بقاله 5 أيام فاقد للوعي، فكان عاوز يروح للتنين. أما أنجيلا بنلاقيها دخلت مكان مليان كتب وكانت متحمسة لأن دي ممكن تكون غرفة مخفية فيها التاريخ القديم كله. بس ميلجا وأنيا قالوا لها إنها ما ينفعش تكون موجودة هنا، وميلجا عرفها بنفسه وقال لها إن اسمه الحقيقي يبقى جولياس. فاتصدمت لان ده يبقى امير وكان طالب في الاكاديميه قبل كده. بعدها انيا ضربتها وخلتها يغمى عليها، وفجاه ميلجيا حس بصداع شديد وقرر انه يطلع تنين شرير تاني في الوقت ده. اما اش كان قاعد في اوضته وايكو جريت عليه لانها كانت خايفه قوي عليه في الايام اللي فاتت. بس فجاه لقيوا لوكا جايه تجري وبتطلب منهم ينقذوا التنين بتاعها. في الوقت ده بنلاقي ريبيكا بتعلن ان المخيم انتهى. اما اش كان رايح مع لوكا وايكو وسيلفيا يدوروا على التنين. بس بنرجع للزمن وبنشوف لوكا قالت له انه اختفى وبطلت تحس بالرابطه اللي بينهم. فريبيكا قالت انها عارفه المكان اللي ممكن يلاقوه فيه، بس اش قال انه هيروح لوحده لان باقي اعضاء مجلس الطلاب لازم يكونوا في الاحتفال، وركب التنين علشان يروح لهناك. بس ميلجيا شافه وطلع السيف بتاعه علشان يستدعي تنين شرير. اش واصحابه اتصدموا لما لقيوا السما لونها بيتغير. بعد
بعدها الباب اللي قدامهم فتح وكان في عيون كتيرة بصة ناحيتهم، دول عبارة عن تنانين شريرة. في الوقت ده ريبيكا وباقي الطلبة لاحظوا اللي بيحصل، والتنانين بدأت تهجم على سيلفيا، بس تنين سيلفيا أنقذهم، وريبيكا وصلت مع باقي الطلبة في الوقت المناسب. بس آش قال لإيكو إنه مش هيقدر يساعدهم في حالة جسمه دي، فطلب منها تعمل له أرك خفيف علشان يقدر يقاتل معاهم، ومسكها علشان روحها هتنفصل عن جسمها لما تدخل لورشة التنانين. بس بعد ما دخلوا لقيوا ميلجا في طريقهم، كان شغال يضحك وقال لهم إنهم مش هيقدروا يعملوا حاجة. كمان قال لسيلفيا إنها كبرت عن آخر مرة شافها فيها، فسيلفيا شبهت عليه واكتشفت إن ده أخوها جولياس اللي كان بيقتل في التنانين واتحكم عليه بالإعدام. بعدها المكان بدأ يتهز لأن ميلجا استدعى تنين شرير اسمه النودا، وقال لهم مفيش حد منكم هيقدر يطلع من هنا عايش. أما نافي كانت بتشوف طلبات إيكو في الأرك الجديد، بس فجأة ظهر إنذار بيدل على إن أش في خطر، مش لوحده، ده كل الطلبة في خطر ومتكتفين. بس التنين بتاع جيسيكا أنقذها، وريبيكا حاولت تخلص على أكبر عدد ممكن من التنانين الأشرار. أما سيلفيا كانت بتحاول تخلص على التنانين اللي حواليهم، لكنهم خدوا إيكو وهي مش في وعيها، فآش صرخ علشان إيكو تفوق، ولما لقيت نفسها متكتفة اتعصبت وقالت كنت عارفة إنك مالكش لازمة من غيري، واستخدمت تعويذة خلصت بيها على أغلب التنانين. كمان عملت له أرك قوي جدا، فبنلاقيه راح يهجم على ميلجا، فبنلاقيه بيهجم على التنانين بالسحر وحاول يخلص على ميلجا، بس ميلجا هرب وراح ضرب أش دمر له الأرك بتاعه، لكن الإيد ما كانتش لسه اتدمرت، فأش جمد إيد ميلجا وضربه بقوة كبيرة. أما سيلفيا قالت له يستسلم لأنهم خلصوا على نودا، بس ميلجا قطع إيده اللي اتجمدت وقال لهم إن الإيد دي مزيفة أصلا. بعدها هرب وسابهم. في الوقت ده هم شافوا آثار القتال العنيف اللي بيحصل مع باقي الطلبة، بس التنين بتاع سيلفي أغمى عليه، فلوكا صعب عليها نفسها لأنها ما عرفتش تساعدهم، لكنها مسكت آش ورمت نفسها من فوق علشان تخلي التنين بتاعها يجي ينقذها وتبين له إنها ما بقتش خايفة. في نفس الوقت بنلاقي الأرك بتاع ريبيكا اتدمر وحالتهم كانت في الضياع، بس لوكا وصلت مع التنين بتاعها اللي سرعته كانت كبيرة جدا، وعملوا تعويذة قوية اسمها رقصة التنين، دمروا بها كل التنانين الشريرة. فريبيكا فرحت ان لوكا اخيرا قدرت ترجع للتنين بتاعها. اما ميلجا بنلاقيه بيتكلم مع واحد وبيقول له انهم دلوقتي قدروا يعرفوا قدرات الفرسان العسكرية، ده غير انهم بيقدروا يستدعوا التنانين الاشرار. فالتاني قال له يستنى لغاية المؤتمر القاري وساعتها هيخلص عليهم. اما اعضاء مجلس الطلبة كانوا بيحتفلوا ولقيوا واحدة جايبة رسالة ملكية لسيلفيا، لما فتحتها عرفت ان ابوها بيطلب منها تروح للمؤتمر القاري، وكمان قال لها تجيب معاها آش وإيكو لأنه عاوز يقابلهم. فبنعرف إن الاجتماع ده بيشارك فيه 5 دول وبيحدد مستقبل القارة، والمرة دي الاجتماع هيتعمل في مدينة الفرسان. أول ما وصلوا لهناك الكل رحب بيهم، بس سيلفيا سابتهم علشان تروح لأبوها وقالت لهم لو عاوزين حاجة يقولوا لفريدا، ففريدا خدتهم وآش كان بيتفرج على المكان ولاحظ إن الحراسة قوية جدا. هنا فريدا قالت له إنهم لازم ياخدوا حذرهم بسبب الحدث المهم اللي هيحصل، بس قالت له انهم مش فاضيين ليه بسبب الحدث اللي عندهم، لكنهم اضطروا يبعتوا له بأمر من فيرونيكا نفسها. بس فجأة بريم كبت عليهم مية من غير ما تقصد، فإيكو لبست زي الخادمة وآش كان لابس بدلة سوداء تقريبا بتاعت خادم دي كمان. هنا فريدا كانت هتمشي فطلبت من بريم تخلي بالها منهم. اما سيلفيا اول ما دخلت لابوها لقيته بيجري ناحيتها فاتخضت وادته بالبنية في وشه، بس ابوها اتصدم وقال لها واضح كده انك طالعه لامك. بعدها قعدت تتكلم معاه وسالته عن السبب اللي خلاه يبعت لها مع انها لسه طالبه، فقال لها انها الاميره الرابعه وطبيعي تكون موجوده، ده غير انها جت بامر من فيرونيكا نفسها، لانها بعد ما جت من اخر زياره ليها فضلت تتكلم عن مهارات سيلفيا وقوتها، فسالته عن سبب استدعاء إيكو واش، واتصدمت لما قال لها انه عاوز ناس كتيره في الحدث علشان ما يحسش بالملل. اما إيكو كانت بتبص على المدينه من بره، فاش قال لها انه هيخرجها، وبريم قالت انها هتفرجهم على كل حته في المكان. بس سيلفيا في الوقت ده سالت ابوها عن جولياس اتعدم بجد ولا لا، فقال لها طبعا ده قتل التنين بتاعه ودي جريمه مستحيل تغتفر، لكنه كان متوتر سيكا وهو بيتكلم وده خلى سيلفيا تتاكد انه بيكذب عليها. اما إيكو كانت فرحانه وهي بتتفرج على المدينه واشتروا حاجات وكمان جابوا اكل، بس انيا كانت بتراقبهم. بعدها إيكو راحت تشتري كام
حاجة، لكنها استغربت ان كل اللي في المكان كابلز. ولما لقيت اش هو كمان نفسه في كلبة تحن عليه، قررت تكون هي الكلبة وسابته يمسك ايديها. بس فجأة شافوا طيارة سحرية بتاعت امبراطورية زيفا، فرجعوا للقصر ولبسوا فورمال. بس اش اتصدم لما شاف حلاوة سيلفيا بالفستان بتاعها وقال لها انها حلوة قوي. هنا ايكو اتعصبت لانه ما قالهاش ان فستانها حلو، بس فريدا انقذته وجت قالت لهم ان الملك عايزهم. ولما راحوا شكرهم على كل اللي عملوه في المشاكل اللي حصلت، وكافئهم بانه ادى لاش لقب دراجونير. بس اش اتصدم وقال له انه لسه طالب، لكن الملك شاف انه يستحق اللقب ده، وخصوصا لانه معاه رفيقة بشكل بشري وقوية جدا. بعدها عمل مراسم تعيين اش كدراجونير. فسيلفيا فرحت وقالت لنفسها انه لو بعدين قدر يبقى ارك دراجونير ساعتها مكانته هتكون زي مكانة النبلاء. بس احرجت لما افتكرت انه كده هيقدر يتجوز من العيلة الملكية. بعدها وهما بيتعشوا سيلفيا كانت شاكة ان في حاجة هتحصل، لان ملك امبراطورية شيفر رفض يجي وبعت واحد من النبلاء مكانه. بس ابوها قال لها ان ده عادي، وقال لها تروق اعصابها للحفلة التنكرية اللي هتتعمل بكرة، وطلب من اش وايكو يروحوا مع سيلفيا. لكنه قال لاش هو انت في حاجة بينك وبين بنتي؟ فسيلفيا اتصدمت، بس الملك قال لو في حاجة بينكو انا هخلص عليه. اش اترعب وقال له مفيش اي حاجة بينا. اما انيا راحت للطيارة السحرية اللي وصلت ولقيت ميلج عليها، وكان معاه ابو شعر اصفر اللي بنعرف ان اسمه كلوس. ده بقى يبقى منه بلاء امبراطورية شيفر. كمان كلوس خدهم وراهم سلاح سحري في الطيارة جابوا علشان يستعملوا في الحفلة التنكرية على ايكو ويخليها تيقظ كل قوتها. علشان كده طلب من انيا تخطفها وتجيبها لهنا. في اليوم اللي بعده سيلفيا كانت بتتمشى، بس قابلت فيرونيكا وإدفوجا وجيلين. لكن إدفوجا اول ما شافتها غلطت فيها، ففيرونيكا ضربتها وقالت لها تحترم اختها. بعدها سألت سيلفيا عن السبب اللي جابها هنا، فقالت لها انها حاسه ان حاجه هتحصل من ميلجا اللي بيظهر وبيعمل دمار في كل حته. كمان قالت انها شاكه ان ميلجا يبقى اخوها جولياس. ففيرونيكا قالت لها ما تقولش الكلام ده لاي حد علشان في ضرر كبير لعيلتهم. في نفس الوقت كلوس كان متحمس يوكس قوة ايكو وتكون ملكهم، بس ميلجا ابتسم بعد ما سمع اللي هو قاله. بعدها بنشوف ايكو بتختار الفستان اللي هتحضر بيه الحفلة التنكرية. اما اش فكان كارف، بس لقى سيلفيا جات له علشان تتكلم معاه. انما ايكو تقريبا جربت نص الفساتين اللي في المكان وبرضه ما عجبتهاش، وكانت متضايقة لانها ملاحظة ان سيلفيا بتقرب من اش في الفترة الاخيرة. بس بريم قالت لها ان ده طبيعي لان اش بشري، وفي يوم من الايام اكيد هيتجوز بشرية زيه، انما هي تنين ومستحيل بشري يتجوز تنين. في الوقت ده ايكو اتصدمت وجريت على اش. اما اش فاتصدم لما سيلفيا قالت له ان ميلجا هو الامير جولياس، وقالت لها انها فكرت في كل اللي حصل وكل الكلام اللي سمعته، واتاكدت ان ميلجا يبقى اخوها لان ابوها ما قدرش يقتل ابنه. بس كانت مستغربة لانها المفروض تكون فرحانة ان اخوها عايش، لكنه عامل لها مشاكل ومخليها مش عارفة تعمل ايه. فاش قال لها انه فهمها لانه هو صغير ابوه سافر وسابهم بعد ما اخته اتولدت على طول. ولما سأل امه ابوه سافر ليه قالت له لما تكبر واحس انك هتفهم هبقى اقول لك. وحب يوصل لها انها لازم تريح راسها لما تحس ان السؤال مش هيجيب نتيجة. اما ايكو في الوقت ده كانت بتجري بره القصر وبتقول لنفسها انا عارفة انه مستحيل يتجوزني، بس انا ليه حاسة ان قلبي وجعني. وكانت محطمة على الاخر لانها بتحب اش. في الوقت ده اش كان بيحاول يدور عليها، بس هي فضلت تمشي لغاية ما تاهت وما عرفتش ترجع. لكنها شافت انيا بتتفق مع مجموعة من الخدم، وفجأة لقيت بريم بتدور عليها فقالت لها تهرب بسرعة من هنا. بعدها اش كان لازم يحضر الحفلة بس كان خايف على ايكو، فسيلفيا قالت له ما يقلقش لانهم هيلاقوها. بس فجأة اتصدم لما شاف ميلجا مع كلوس في الحفلة، فسيلفيا قالت له ان اللي ماشي معاه ده يبقى ممثل مملكة شيفر. اما ايكو بعد ما قالت لبريم تهرب بسرعة ضربت الخدم، فانيا طلعت السلاح وضربت حد منهم بالنار. اش في الوقت ده كان بيحاول يتصرف بشكل طبيعي مع سيلفيا في الحفلة، فكلوس راح طلب منها ترقص معاه
معاه وهي وافقت لكن انها ترقص مع ميلجا. بعدها الخدم لقيوا بريم مضروبة بالنار، وسيلفي وهي بترقص قالت لميلجا هو انت اخويا، لكنه ما ردش عليها وخلاها تشك لانه بيرقص بطريقة مدينة الفرسان. بس بعدها بنلاقي بريم فاقت بعد ما عالجوها واعتذرت لآش لان ايكو هربت بسببها بعد ما قالت لها انها تنين وآش مش هيتجوزها، وقالت ان في واحدة خطفتها، ولما وصفت شكلها آش عرف انها آنيا فكان رايح لميلجا. بس سيلفي قالت له انه مش هيعرف يوصل لحاجة لو واجهه، كمان قالت له انهم اكيد مش عاوزين يقتلوها علشان كده ضربوا بريم بس وخبوها لغاية ما الحفلة تخلص، فشكت انها موجودة في سفينة شيفر. في الوقت ده بدأوا يشغلوا الجهاز السحري بعد ما حطوا ايكو فيه وكانوا بيسحبوا كل الطاقة اللي جواها، فايكو فضلت تستنجد بآش. بس بعد كده الجهاز بقى بيطلع طاقة بشكل مبالغ فيه لدرجة انه حصل فيه عطل من القوة الكبيرة بتاعت ايكو. آش في اللحظة دي اليشم بتاعه نور وكان وجعه بطريقة غبية، فتأكد ان ايكو في خطر. بس فجأة لقى طاقة كبيرة طالعة من السفينة اللي بقيت على شكل بيضة، وتقريبا كده كل طاقة ايكو دخلت جوه تنين شرير. فآش طلب من سيلفيا تروح لهناك بس التنين رفض، وكل التنانين اتجمعوا علشان يروحوا لوحدهم. بس فجأة السفينة فقست تنين كبير واليشم بتاع آش نور، فتأكد ان التنين الضخم ده يبقى ايكو. فيرونيكا في الوقت ده قالت انهم في خطر ولو حصل اي هجوم عليهم هيتدمروا في لحظات. اما كلوس عمل نفسه مصدوم وان التنين هيدمر سفينته، بس فيرونيكا كانت فاقساه وطلبت من ميلجا يخلع القناع بتاعه ولقيته هو جولياس، لكنه قال لها ان ده جسم جولياس بس جواه روح مودريدر وريث مملكة الظلام. وقال لها جولياس عرف بخطتي بعد ما اتنكرت في شكل تنين وقرر يخلص عليا، بس انتوا قتلتوه علشان كده خدت جسمه علشان انفذ خطتي. هنا جوليان اتعصبت لان مودريدر كان السبب في موت جولياس ظلم وحاول يهجم عليه، بس قوة مودريدر كانت كبيرة. كمان قال انه دلوقتي بقى معاه اقوى تنين في العالم، بس فجأة اغمى عليه والمكان بقى كله ظلام. ولما فاقت لقيت مودريدر ماسكها فكانت هتضربه، لكنه قال لها انه جولياس وقدر يرجع يسيطر على جسمه. اما ايكو في اللحظة دي دخلت جواها روح مودريدر وتحولت لهيئة شريرة. في الوقت ده مودريدر كان في ورشة التنانين بيتكلم مع آنافي وعاوز يضمها لفريقه لكنها رفضت فهجم عليها. آش في الوقت ده قرر يركب على التنين ويحاول يروضه، بس فيرونيكا جت مع جولياس اللي قال لآش انه لازم يطلع روح مودريدر من جسم ايكو واتحركوا مع بعض. وجولياس قال له طول ما آنافي بتقاومه مش هيقدر يسيطر على ايكو، بس آش استغرب انه جولياس قدر ياخد طيارة فيرونيكا، فجولياس قال له انه عارف كل اسرار اخته وقدر يهددها بيها. بعدها كان بيحاول يروح فوق مودريدر لكن هجم عليه، فكل تنانين المدينة كتفوا مودريدر وآش طار وركب فوقيه، بس اتصدم لما لقى الطيارة انفجرت بعد كده وقرر يحرر ايكو بأي تمن. في الوقت ده ايكو كانت محبوسة، بس نافي راحت لها وادتها كل المعلومات اللي تعرفها. وفجأة ايكو كانت هتبكي لما شافت آش بيضحي بنفسه علشانها، وقالت انها هتساعده بأي طريقة. فنافي دمرت القفص اللي هي فيه وقالت لها تصنع له ارك زي الملوك. اما آش كان هيقع في الوقت ده لكن لوكا جت انقذته، وكل طلبة الأكاديمية كانوا معاه علشان يساعدوه وخلوه ينط تاني فوق التنين، بس قبل ما يوصل التنين هجم عليه فالكل اتصدم وقالوا انه مات، لكنه اتصدى للهجوم بالارك اللي عملته له ايكو. بعدها آش طلع السيف بتاع الارك وقطع بيه قرون مودريدر وقدر يخلص عليه. بعدها شال ايكو والكل كان فرحان انه انقذها. اما آنيا كانت بتحاول تهرب لكنها اتمسكت. بعدها الكل كان متجمع في اوضه آش يطمنوا عليه، وجوليان شكروا انه اتخلص من مودريدر. بعدها ريبيكا قالت لهم انهم هيرجعوا للاكاديميه ويسيبوه علشان يرتاح علشان يسيبوه مع ايكو، ولما طلعوا قال لها انه هيفضل الفارس بتاعها طول العمر، وكان هيقول انه بيحبها لكنها قالت انها متقبله علاقتهم ومش عايزه اكتر من كده. وكل حاجه رجعت لطبيعتها بعد ما فرسان الاكاديميه اتخلصوا من الشر اللي كان بيهدد العالم. وبكده نكون خلصنا الحكاية. فياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك، وياريت تقدر تعبي وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك. بس كده اشوفك على خير، ويلا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.